السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في دوت شاو استوديو. والنهارده الحلقة السادسة من كورس المبتدئين اللي بيتكلم على كل حاجة داخل بلندر، وكل حاجة بنبص عليها نظرة عامة وبنتكلم فيها بتفاصيل أكتر. مهمته يرفع مستواك من مستوى مبتدئ لحد مستوى متوسط في 10 حلقات بس. النهارده نتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي الإضافات. إيه هي الإضافات في بلندر أو الأدونز؟ والأدونز هي إضافة أنت بتضيفها عشان خاطر تسهل عليك الشغل جدا. إزاي مثلًا؟ لو أنا شخص دلوقتي باعمل environment كتير جدًا، باعمل شوارع، باعمل مدن، بيوت، ومحتاج إن أنا في الشغل بتاعي باحط شجر، هل أنا في كل مرة هاقعد أعمل شجر؟ لأ، في إضافة هاضيفها هتساعدني إن أنا أعمل شجر. تعالَ نتكلم بشكل عملي كده شوية، لو دوست على حرف الN من الكيبورد هالاقي ظهر معايا الجنب ده، أنت عندك item وtool وview دُولة هيبقوا جايين أساسيين معاك، تحتيهم مش هيكون في هنا أي حاجة. طب الscreen key دي جات إيه؟ الscreen key دي أول add on أنا ضايفها عندي هنا في البرنامج، لمّا آجي هنا أدوس على كلمة صح واجيبها كده على الجنب هتلاقي هنا ظهر علامة الماوس. كل لما اجي ادوس على اي حرف هتلاقي ان الحرف ده هو بيقول لك، يعني انا دوست على حرف الدي، دوست على كنترول، كل لما اجي ادوس على حاجه هتلاقيها باينه لك هنا. ليه؟ لان لو في حاجه انا دوست عليها وانت ما خدتش بالك منها هتلاقيها موجوده. هل دي سهلت عليا؟ سهلت عليا، سهلت عليا انا وانا بشرح، وسهلت عليك وانت بتشوف. فالقصة كلّها بمنتهى البساطة، يعني المفهوم الأساسي إن الadd-ons ديّة ناس مبرمجين عملوها وضافوها جوّه blender وتقدر تشتريها، يعني كل مبرمج تعب في حاجة وعمل حاجة تقدر تشتريها من حاجة اسمها blender market. لو كتبت على جوجل blender market هتلاقي مئات الadd-ons تقدر تحمّلها، وكل add-on بتعمل حاجة، وكل واحد طبعًا بيسوّق لنفسه وهكذا. إحنا النهارده هنتكلم على أهم الadd-on اللي هتساعدك والمجانية تمامًا 100%، يعني add-on مجانية وهتساعدك جدًا في الشغل بتاعك. تمام. تعالَ نتكلم على أول add-on وإزاي أصلًا تضيفها عندك في البرنامج. هندوس أول حاجة لو عايز تضيف add-on جديدة هتدوس على كلمة edit، بعد كده هتنزل تحت خالص على كلمة preferences هتلاقي القايمة دي جات لك. عايزك تركز معايا أوي في القايمة دي، كل حاجة من دول بتعمل حاجة. لو جيت بصيت كده هتلاقي مكتوب كلمة add-ons، هتدوس على السهم الصغير دوّة وتدوس على install from desktop، أنا عايز أحمّل من الديسكتوب بتاعي. هتيجي عند الadd-on بتاعتك وهتلاقيها موجودة على هيئة zip file. هتيجي هنا دي الadd-on مثلًا إحنا هنضيفها النهارده اسمها loop tool. loop tool دي add-on بتساعدني جوّه الmodeling. لو دوست عليها مرتين هتلاقي إن هو تحت كتب لي إيه، إن loop tool بقت موجودة واتفعّلت وعمل لي عليها علامة صح أهي. أنت هنا هيكتب لك installed. هنخرج كده هنجيب السهم مش هنلاقي حاجة. ليه؟ لإن زي ما أنا قُلت لك في الأول هي add-on بتساعدك جوّه الmodeling، فهتبان إمتى؟ هتبان عندي لمّا أخش الmodeling. نمسح كده هندوس على حرف الA select all، نمسح كل حاجة في الscene ونضيف plane. تمام؟ هنخش على edit mode لمّا ندوس على tab كليك شمال subdivide، كده أنا زوّدت فيها الvertex، هازوّد كده مرّة كمان ومرّة كمان. تمام، كده أنا زوّدت إيه الvertex 4 مرّات. تعالَ كده ناخد كل ده shift D وبعد كده أدوس على الG Y G، وبعد كده أمشّيها مثلًا في الY كده قدّامها، حاجة بسيطة هنا. تمام. لو أنا جيت دلوقتي Alt وبعد كده Shift بعد كده Alt أحدد الجنب ده، Shift بعد كده Alt أحدد الجنب ده، دوست على الE extrude في الZ وطلّعتهم لفوق كده. لو عايز أعمل ما بينهم، عايز أربط الاتنين دول ببعض، هاقدر أربط ما بينهم إزاي؟ لو دوست هنا Alt وبعد كده دوست Shift وهنا نفس الكلام، لو عايز إيه أفِل الحتّة ديّة، عايز أقفلها، هاقفلها إزاي؟ دوست حرف الF هيعمل لي fill. هل الfill دوّة جواه geometry؟ لأ. هل أقدر أتحكم فيه في حاجة؟ لأ، خلاص كده اتعمل. طب افرض أنا عايز أعمل زي كوبري، عايز أعمل قُبّة هنا، هاقدر أعمل ده إزاي؟ هاقعد بقى أضيف من هنا loop cut وأقدر أقعد أضبّط وهاتعب جدًا. فإيه ممكن أعمل إيه دلوقتي؟ أروح دايس كده على السهم ده، هالاقي تحت خالص في كلمة اسمها edit اتضافت جديدة، دي الadd-on اللي أنا لسه جايبها اللي هي loop tool. دوس على السهم ده هالاقي عندي إن هي بتعمل كذا حاجة. هنحاول مع بعض نلم الحاجات دي كلها وأعرّفك كل واحدة بتعمل إيه. أول واحدة اللي هي إيه bridge دي اللي هي زي كوبري، وصّل لي الاتنين دول ببعض. لو دوست على كلمة bridge وأنا محدد كده هتلاقي إن هو عمل وفي بينهم geometry، شايف؟ هو وصّل ما بين النقطة والنقطة وحط edge وهنا حط edge وهكذا. أقدر أزوّد الإدجات دي done، حطيت edge في النُص، واحد كمان، واحد تالت، واحد رابع. بدأت تاخد معايا curve مضبوط وزي الفل، وأقدر أتحكم في إيه، في الطلوع والنزول. هنا كده بقت نازلة لتحت، هنا كده بقت طالعة لفوق، ولو خلّيت دي صفر هالاقيه إن هو عمل لي سطح مسطح جدًا، شايف flat أهو، بس flat فيه geometry مش flat fill. تمام، في ثانية واحدة عملها لي. طبعًا ما حدش يقدر يستغنى عنها في الmodeling لإن دي tools قوية جدًا. شايف عملت لي الbridge في ثانية. مثلًا أزوّد كده واحدة كمان، لو جيت مسكت النقطة دي مثلًا فعّلت proportion editing ومسكت كده عايز أطلع بيها لفوق، دوست على الG وعايز أطلع لفوق، شايف؟ وكبّرت الbridge
طلعت معايا لفوق وعملت معايا قبه كده قدام، ونزلت بيها لتحت مثلا نفس الكلام. شايف؟ اقدر اتحكم في نعومه في الموديلنج بتاعي. هقدر اعمل ده ازاي من غير اللوب تول؟ مش هعرف، هيبقى الموضوع صعب عليا. امسح كده كل ده. هديك مثال تاني. لو انا عندي هنا سيركل شيفت دي وعندي سيركل كمان فوقيها، عايز اعمل بريدج ما بين الاثنين دول، هقدر اعمل البريدج ده ازاي؟ حدد الاثنين، هدوس بريدج، هلاقي ان هو عمل لي بريدج، ولكن اعدادات بايظه، ان هو كان سايبها المره اللي فاتت على حاجه. خلي دي صفر، وازود هنا انقص وازود ايه براحتي ما بينهم. شايف؟ اتعمل لي ما بينهم جيومتري بمنتهى السهوله. وانا دلوقتي شغال على موديل كبير او شغال على حاجه صعبه، بقعد كل يعني مثلا عايز اربط ما بين الجزء ده والجزء ده، على طول هعمل بريدج ما بينهم. عايز اربط ما بين الجزء ده والجزء ده، هعمل بريدج ايه ما بينهم. فتولز قويه جدا وبتساعدني وبتخليني اعمل حاجات كتير في وقت قليل جدا. تاني حاجه، تعالى كده نخش نضيف حاجه جديده. هنضيف بلين برضو، هنعمل لها سب ديفايد. نخش على 8 مود، هعمل لها سب ديفايد مثلا كذا مره. تعالى كده خليها 3 عشان نشوف ونبص. هنبص، دوست على الحرف السبعة عشان ابقى شايفها من فوق، وجيت نزلت هنا. شايف الفيرتكس دي؟ دوست عليها. لو انا عايز اعمل دايره في النص، عايز اعمل دايره في نص الاوبجكت ده، هقعد اعملها ازاي؟ هروح دايس على كي، هلاقي حاجات معايا علامه السكينه دي. هقعد احط نقطه هنا، بعد كده نقطه هنا، بعد كده نقطه هنا، بعد كده واقعد بقى ايه، اقعد ارسم دايره حوالين الكلام ده. وبعد كده اعمل سبورت للدايره ديت، يعني اقعد بقى اعمل كده، بعد كده اعمل كده، وبعد كده اعمل كده. فاهمني؟ لحد ما ايه، اجيب شكل الدايره. فدي صعبه جدا يعني. تمام. دلوقتي في حل اسهل من كده بكتير جدا. هاجي هنا حددت فيرتكس واحده، هاجي هنا عند كلمه اديت، تاني واحده في كلمه ايه، سيركل، دوست. سبحانك يا رب، اتعمل لي السيركل اهي حواليها بمنتهى السهوله. اقدر اعمل ايه دلوقتي؟ اجيب الفيسز، اقدر امسك واحد اتنين تلاته اربعه، ادوس على حرف الاي اكسترود، وهطلع بالسيركل بتاعتي بمنتهى السهوله. تمام. ولو عملت دلوقتي سب ديفايد مثلا، نعمتها كنترول 2، هلاقي ان ايه، اتعملت معايا السيركل بمنتهى السهوله. لكن غير كده كنت انا هقعد اعمل الجيومتري دي ايه. بص، شايف الجيومتري دي كلها؟ كنت انت هتقعد تعملها يدوي، تقعد بقى تطلع بدي فوق ودي فوق ودي فوق وهكذا. لو جيت مثلا مسكت اخر جزء واحده وعملت سيركل، هتلاقيه برضو راح لفها على هيئه ايه، على هيئه سيركل، وهكذا 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 وهكذا. فتولز بتساعدني كويس جدا ان انا ايه مثلا. تعالى كده نجيب بلين تانية خالص، ونكبرها حبتين ونزود فيها الجيومتري. شيفت ايه بلين، هنعمل لها سب ديفايد ونزود. جامد. شايف دي مليانه. وجيت مثلا مسكت ايه، همسك اكتر من، مسكت واحد اتنين تلاتة، ونفس الكلام هنا ما بينهم، ودوست على سيركل. شايف لفت ازاي؟ هقدر هنا كده، انا عندي دايره هنا، هطلع بيها لفوق، اف فيل، بقى عندي دايره ايه في الجنب ده، واقدر اعمل دايره في الجنب ده وفي الجنب ده لو مسكت نقطه واحده ودوست، هتلاقيه عمل لي حوالين النقطه. مسكت اكتر من نقطه، يعمل لي اكتر من حوالين ايه النقطه. فدي برضو بالنسبه وانت بتموديل هتساعدك كتير جدا 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 جدا. كده عرفت يعني ايه بريدج، انت تعمل بريدج ما بين حاجتين، وايه يعني ايه تعمل سيركل. هتلف لك الجيومتري بتاعتك على هيئه دايره ايا كانت هي فين. تمام. لو انا مثلا خدت دي كده، دوست جي، نلغي البروبوشن اديتنج، جيت هنا دوست جي ودوست اكس وحركتها في محور الاكس كده، وجيت مسكت دي ودوست جي ودوست اكس برضو حركتها كده شويه. بعد كده مسكت الاثنين دولت، تالت واحده بقى اللي هي الكيرف، ودوست على كلمه كيرف. شايف؟ ووصل لي ما بينهم وطلع كل. تعالى نعيدها تاني عشان تشوف ايه اللي حصل. هما كده هي الجيومتري اهي، ودول كده نقطتين. دوست على كلمه كيرف، وصل لي ما بينهم كل ده. تمام. يعني طب اقول لك على حاجه، جيت مثلا حددت واحده في النص، يعني ما بين هما كانوا اتنين، فهو راح عمل لي الكيرف هنا. دوست كده في النص هنا، رحت دايس على كيرف. شايف الكيرف لف ازاي؟ بقى عندي كيرف ايه في النص كده. فدي من غير يعني تولز، لو انت فهمت كل حاجه فيها بتعمل ايه، هتساعدني كتير جدا في الموديل. شايف؟ هو عمل لك كيرف موجود هنا. تعال اديك مثال تاني. هنمسح ده كده ونجيب سلندر. ده سلندر اهو، حطيت في النص كده ايه، لوب تولز، كذا واحده. وجيت مسكت انا الفيرتكس ديت، مسكت فيرتكس اهي واحد، مسكت فيرتكس اهي اتنين، وطلعتهم كده قدام شويه، ورحت دايس على ايه، على كيرف. شايف؟ عمل لي كيرف ما بينهم، طالع نازل كده كده، واقدر اتحكم بقى براحتي يعني. فاهم؟ اقدر اخليه قريب او بعيد من النقطتين اللي انا محددهم اصلا. جمعت معايا الفكره. كده انت عرفت ايه، عرفت البريدج وسيركل وكيرف، عرفت الثلاث حاجات دول بيعملوا ايه، وهتستخدمهم كتير جدا 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 وانت بتموديل، لان الحاجات دي لما بتتعمل يدوي بتكون متعبه جدا. وهنكمل مع بعض. ودلوقتي مثلا لو جيت دوست شيفت ايه
جبت بلين وزي ما احنا عارفين هخش على edit مود واعمل لها sub divide. زودت مثلا كده كذا مرة. عرفت كان ازاي تعمل كيرف، يعني لو خدت كده الفيرتكس ديت وطلعت بيها قدام وخدت دي وطلعت بيها قدام وحددت الاتنين فيرتكس دولت ودخلت على edit زي لوب تول وحددت كيرف، هتلاقي ان هو عمل كيرف بينهم. تمام تمام. بيفرض دلوقتي عندي شكل زي كده وعندي بقى في حاجات كده طالعة ونازلة فيه، يعني عندي كده شايف في حاجات طالعة ونازلة في نفس الشكل. اكيد مش هقعد امسك كل واحدة وانزلها يدوي. تمام. اروح محدد شيفت الت واروح محدد الايدج كله واروح دايس على فلاتن، هلاقيه راح نازل تاني على الارض. فلاتن دي لو انت عندك اي حاجه مرتفعه عن حاجه ضن هتلاقي نزلت على الارض. تمام. فلاتن دي مهمه جدا. الجي ستريتش لو انت عندك راسم حاجه بالقلم هنا تقدر بقى تخلي الايدج يروح للقلم ده، يعني مثلا لو رسمت شكل كده اخلي الايدج ده يروح للقلم هنا، بس ما فيش حد بيستخدمها كتير وصعبه يعني في التعامل معاها. تمام تمام. تعالى كده نمسح بس اللي احنا عملناه ده وبعديها لوفت دي مهمه جدا. تعالى كده نمسح ده. هجيب بلين. تمام. هنعمل لها روتيت ار اكس 90 درجة. يعني دي بقى مهمة جدا لو انت عندك كذا حاجة وعايز تعمل ما بينهم زي بريدج كده بس متقفل، بتعمله لك بسهولة جدا. مهمة جدا. يعني جبت كده دوست ديليت اونلي فيس، مسحت كده بقى عندي ده بس، وبصيت عليه مثلا من الجنب ده حددت كل حاجة. اكسترود، لا شيفت دي خدت منه نسخة، شيفت دي تانية، شيفت دي تالتة، رابعة، خمسة. عايزك تحط في حتت مختلفة ما لهمش أي علاقة ببعض. تمام. يعني زي ما أنت عايز في أي حتت. تمام. بعد كده هنا مثلا هنا كده وبعد كده هنا كده هنا كده. تمام. حددت كله. دخلت وأنا في الإيديت مود رحت دايس على إيه؟ لو شايف عمل لي ما بينهم ارتباط كده كله، وأقدر طبعا أعدله لأن أنا ألغي التوست أول حاجة. شايف عمل لي ما بينهم إيه؟ زي إيدج كده ممر. أقدر أظبط باب الممر ده زي ما أنا عايز. أصغر مثلا ديت، أزود ما بينهم أو أظبط المسافات. لو لغيت الريموف دي مثلا خليتها لاير احسن، اقدر ازود بقى برضو ايه، اقدر احط ايدج ما بينهم واقدر اشيل. يعني هم كده زيرو زي ما انا حطيتهم كده زادوا. فاهم؟ ظبطوا معايا بقوا احسن من الاول بايه بكتير. او هم اصلا كانوا عباره عن حاجات منفصله مع بعض. فهتستخدمها كتير، هتستخدمها كتير لما يبقى عندك حاجات كتير عايز تربط ما بين حاجتين او ثلاث اربع حاجات مع بعض. هتلاقي نفسك بتجمع على طول بدي بدل ما تقعد تعب نفسك وتعمل حاجات تانية خالص. تمام. تعالى كده نخش احنا دلوقتي فين في الايديت مود. نجيب بلين، نخش جوه الايديت مود ونشوف ايه اللي بعدها. ريلاكس طبعا مهمة جدا. لو انا جيت مثلا خدت كده الشكل ده عملت له اس في الاكس، كبرته كده شوية، حطيت له لوب كات زودت له الجيومتريك. تمام كده. وخدت الجنب ده لوحده عملت له اكسترود. اكسترود بقى في اي حتت كده مش مع بعض. تمام. وخدت مثلا دي كده رحت نازل بيها شوية، هنا كده رحت نازل بيها شوية. يعني عايز خليت الشكل ده مش منتظم بأي شكل من الأشكال. اديته سب ديفايد وهو كده ايه معمول له سب ديفايد في الكلاكيه اللي انا غيرتها بنفسي دي. الريلاكس بقى بتعمل ايه؟ بتريح لك الايدج. يعني الريلاكس دي برضو جميله جدا. بص انا جيت دوست شيفت الت وحددت الجنب ده كله. هو دلوقتي معمول له ايه؟ معمول له سب ديفايد. ورحت جاي هنا عند الايديت ورحت دايس ريلاكس، هتلاقي ان هو ايه ريح الايدج كده خلاه انسيابي. دي ده مثلا لما بتبقى عندك حاجه مهمه بتعمل ريتيبولوجي مثلا لحته معينه كده، عمال تحط فيرتكس مع فيرتكس مع فيرتكس مع فيرتكس، بتروح محدد اللي انت عملته ده لانه ما بقاش منتظم ما بقاش ماسك نفسه، وتدوس على ريلاكس هتلاقيه راح مريح كده مره واحده. فاتمنى كده ان انت دلوقتي تكون عرفت اهميه ادون موجوده في الموديلنج بتعمل لك كل الحاجات دي. يعني بص ادون ايه اللي هي دخلنا جوه في ايديت مود تعمل لك كل الحاجات دي بمنتهى البساطه. هنتكلم تاني على ادون مهمه جدا وهي بلندر كيت. بلندر كيت هتخش هتكتب على جوجل بلندر كيت هتلاقي جالك الموقع الرسمي، هتدوس عليها هتلاقي ان هي فري تماما. داونلود بلندر كيت هتلاقي نزلت معاك. هتخش كده على بلندر اديت بريفرنسز وهتعمل لها انستول عادي جدا. هتلاقي عمل لك علامه صح هنا واونلاين بلندر كيت بقت موجوده. بلندر كيت بتشتغل لما انت تكون مشغل النت عندك على الكمبيوتر. هنبص هنا كده هتلاقي ظهر بار جديد كده هنا ما كانش موجود في الاول. كده ليه؟ لان انت زودت اضافه. ولما جيت دوست هنا على السهم هتلاقي مكتوب تحت هنا بلندر كيت لان انت ضفت دي دلوقتي. تعمل ايه بقى بلندر كيت؟ عندك كده دوست على السهم ده كده نزلته لتحت هتلاقي ان في ظهر هنا موديلز موجوده، في حاجات مقفوله وفي حاجات مفتوحه. يعني المقفوله دي محتاجه اشتراك. طب تعمل ايه لو مش عايز تجيب لك حاجه مقفوله؟
هتيجي هنا دايس هنا بلندر كيت، هتلاقي سيرش، هتخليها فري فيرست، يعني هات لي ابو بلاش الاول. عندك كل الحاجات دي ببلاش دلوقتي. لو انا جيت مسحت ده كده، تعالى نعمل مشهد مع بعض في 3 دقايق من بلندر كيت. اجيب بلين عندي هنا كده، كبرتها شويه. الترابيزه دي شكلها حلو عجباني، هي دي اول حاجه جات لي اصلا. جبت الترابيزه، هتلاقيها نازله لك ومعاها ايه، ومعاها امتي ممسوكه بيه، بيسهل عليك الدنيا. الامتي اللي احنا اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت، كبر كده كده انا بقى عندي ايه، ترابيزه اهي في ثانيه الا ثانيه. هجيبها هنا وهروح جايب مثلا التليفون ده، برضو ده من اول الحاجات اللي جات لي، يعني ما عملتش حاجه. برضو رحت مطلع التليفون كده، انا بعرف احرك، علمتك ازاي تحرك وازاي تظبط الكلام ده. ماسك انا الامتي دلوقتي بتاع التليفون، حطيته هنا، كبرت التليفون شويه، وسويت بس كده ان التليفون ده يكون ايه، على الترابيزه. تعالى نقلب تاني ونشوف في ايه تاني ممكن احطه على الترابيزه دي. لقيت مثلا فيشه زي كده، لا مش محتاجينها، اقدر انزل كل ده ببلاش بقى دلوقتي. لقيت طبق، روح جايب الطبق، طلعت كده الطبق ده كده. تعالى ايوه الطبق الجميل طلع معايا، حطيته مثلا هنا، كبرت كده شويه وحطيته ايه، هنا. يلا نكمل. قعدت اقلب، لقيت مج شكله جامد جدا، تدايس جبت المج، طلعت المج برضو، حطيته جنب التليفون الناحية دي. اكبر شوية يا عم المج. انت بقى حاول تخلي الحاجات متناسبة، يعني فاهم، حاجات مقاسات بس تبقى متناسبة. ايه تاني؟ عندي مكتبة هنا، عندي كبسولة، عندي كرسي، اجيب الكرسي احطه جنب جبت الكرسي برضو جاي لك بالامتي مربوط، مكبره كده وحطيته جنب الترابيزة. تمام، حركته كده مثلا شوية. احنا بنقلب مع بعض وبنختار مع بعض، انا بوريك الادوم بس قوتها عاملة ازاي وبتعمل ايه. قلبنا تاني، إيه اللي نقدر نحطه تاني مع المشهد دوت. احنا ممكن نحط بيت كامل، بس احنا مش محتاجين بيت كامل دلوقتي. هنقلب مثلا لقينا زي سلة او فازة حاجة زي كده، جبناه. تعالي، دوسنا كده عليها، هي فين؟ جبناها كده شوية، كباري شوية، كده هنا، هنا، وسيبناه. هنحود ونشوف ايه، في اكل اهو جميل جدا. جبت مثلا زي البيتزاية دي، فينها البيتزاية؟ بص هي كده بتحمل وكده بيعمل لها داونلود من على النت، لان هي موجودة. بس هنطلع كده البيتزا دي نحطها ايه ورا الطبق كده. مش عايزين طبعا، مش عايزين نكتر وحاجات زي كده، انا بس عايز اوريك ان انت تقدر تطلع مشهد بمنتهى السهولة، وعلى حسب بقى المشهد بتاعك ده بيقول ايه هتظبط الكلام ده. هنزل كده، تمام، وسبتها هنا. حلو، هنخرج بقى كده من هنا. كده انا خلاص بقى عندي مثلا تليفون وكوباية وحاجات زي كده، وشفت ايه وجبت كاميرا، دوست كنترول الت زيرو، حطيت الكاميرا هنا. هي زي والله ما العب فيها زي ما هي كده، ونكمل. طب انا دلوقتي ما عنديش اي مصدر اضاءه موجود في السين بتاعي. لو جيت كده دخلت هنا، دي ماتيريال، احنا مش عايزين ماتيريال دلوقتي. طبعا دي هتسهل عليك بقى فوق ما انت تتخيل. يعني هي فيها اول حاجه قلنا اجسام، اسيتس، وبعد كده ماتيريال، وفيها انفايرمنت. شايف كل دي بقى ده سين جاهز، ممكن تاخده كده زي ما هو، تحطه وتحط فيه تكمل عليه الكلام ده. وعندك هنا اتش دي ار اي اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي مكان بيديك اضاءه من غير ما انت تعمل اي حاجه. كل دي اضاءات. مثلا انا عايز اضاءه نهاريه، نهار، او اضاءه بيت مثلا، لان ده الاضاءه دي عامله زي البيت. دوست عليها كده هتلاقيه ماشي، حملها زي ما هي، داونلود. خلاص انا بقى عندي دلوقتي اضاءه في المشهد ده. لو جيت دخلت على الريندر، خليته سايكل، خليت جي بي يو، تمام، ورحت داخل على الريندر، هتلاقي الاضاءه منعكسه على الحاجات، والحاجات شكلها حلو. ومحتاج بس ان انا اعمل ريندر كده. خلاص دلوقتي هي جمعنا الاسيتس واحنا قاعدين، وريندر طلع معاك زي الفل. طب عايز اظبط شويه حاجات، عايز اقلل النور بتاع الانفايرمنت ده اللي حاسه قوي جدا. هاجي هنا كده عند الورلد، بدل ما هي واحد اخليها نص، واروح ايه، ما جايب ريندر تاني. ده حلويات زي، بص في مينت الا مينت عملت مشهد، والتليفون عندك واضح، والبيتزاية هناك جميله، والطبق موجود، والمج المجهول اللي احنا جبناه ده، كل حاجه موجوده معاك في ثانيه. اللي انا عايز اوصله لك ان انت من خلال الادون هتقدر تعمل حاجات كتير جدا وبسهوله قوي. عايز توصل الفكره بتاعتك، عايز تتكلم على حاجه معينه، هتسرش هنا مثلا. لو انا جيت كده عند الاسيتس، كتبت هنا مثلا
اي حاجه، اي حاجه انت ممكن تفكر فيها ممكن هتلاقيها. كتبت فود مثلا، هوب كل اللي هيجي لي اكل. جالي ترابيزه اكل اصلا جاهزه. ده هو دي لوحدها مشهد. يعني انا كده طلعت كده حددت كل اللي في السين، ايه سيلكت اول، رحت ماسح مسحت كل حاجه عندي في السين وجبت الترابيزه دي بس. فاهمني؟ وطبعا عندك بقى ممكن تبقى عامل مشهد تحط فيه ليمونه، تحط فيه اي حاجه. تعالى كده نقرب ونشوف دي هتبقى عامله ازاي. وهنطلع لها مشهد برضه دلوقتي، لان احنا حاطين اتش دي ار اي قويه موجوده اهي. اروح مقرب كده واجيب اروح جايب كاميرا، كنترول الت زيرو، كاميرا اتحطت هنا. طبعا اقدر امسك الكاميرا كده اروح محركها مثلا كده شويه زي الفل. شيفت ايه، اجيب بلين احطها تحت وانزل بيها تحت شويه، جي زي تحت بس تديني المشهد، ورحت دايس ريند زي الفل. ما انت فاهم، متخيل انت عملت المشهد ده في 5 ثواني؟ فيش اهو طلع معاك والريسيت موجود اصل انت في حد عمل موديلنج لدوت ونزلها على بلندر كيت مجانا. حاجه بجد روعه يعني. وهتستكشف بقى باقي بلندر كيت. يعني هو بلندر كيت ما في هنا في، يعني هو قوي جدا في الماتيريال. تعالى كده مثلا نمسح كل السين ده. مسحنا كل السين. وجبت هنا كده، جبت كورة سلندر مثلا. السلندر دوت انا عايز مثلا اخليه حديد. هخش على الماتيريال كده، هكتب هنا كده ميتال، واروح دايس اوكي. هلاقيه جاب لي كل، يعني دوست كده هنا على الميتال ده كده خلت الماتيريال. دوست هنا هوب جالي واخده الماتيريال وزي الفل. شادو اوتو سموث. شايف اكنه معدن ومتخرم من كل حاجه. طب انت هنا لما دخلت على الماتيريال شايف الاوضه بتفاصيلها. تشيل الاوضه دي ازاي؟ انت محتاج النور بتاعها مش محتاج الاوضه، لان الاوضه دلوقتي لو انت جيت حطيت الكاميرا كنترول الت زي وجيت عملت ريندر هيظهر لك المشهد ده كمان في الكاميرا. انت مش محتاجه، مش عايزه، انت بس عايز الاضاءه بتاعته. تلغيه ازاي؟ هتخش كده هتيجي عند الريندر وهتنزل تحت هتلاقي مكتوب فيلم. الحته دي مهمه جدا. فيلم هتنزل بيها كده هتلاقي ايه؟ ترانسبيرنت. هندوس عليها طن هيديك بس الاضاءه بتاعه المشهد اللي انت عايزه. ده اللي احنا محتاجينه، مش محتاجين الانفايرمنت في حاجه، محتاجين الاضاءه بتاعتها. تمام تمام. مثلا هنقول حاجه تانية. دلوقتي انا عندي الماتيريال دي موجوده، وانا في الورلد اهو دخلت على الشيدنج. وانا هنا كده في الورلد شايف الاتش دي ار اي بتاعتي. لو عايز الفها او عايز اتحرك بيها هروح جاي عند الزي كده وهلف، هتلاقي ان هي بتتحرك معاك. مش هنا عند الروتيشن. يعني نرجع كده، لو انا جيت عند الروتيشن وقعدت احرك في الزي هلاقيها بتلف معاك، والنور بتاعي بيختلف على الاوبجكت اللي انا حاطه. يعني كل ما لفيت، بص لو دوست كده على الكاميرا دوست زيرو وقعدت الف، هتلاقي النور معاك عمال يختلف على ايه؟ على الكاميرا. وجيت شلت مثلا الخلفيه خالص، دخلت على فيلم زي ما قلت لك، فيلم ترانسبيرنت، شلت الخلفيه وقعدت الف، هلاقي ان انا ايه؟ عمال الف الاضاءه زي ما انا عايز على الاوبجكت بتاعي عشان اطلع احسن ريندر اقدر اطلعه. في نوت تانية مهمة جدا. انت كده مثلا دخلت على الاوبجكت ومعاك الماتيريال دي الماتيريال اللي انت محملها من بلندر كيت نازله لك بالصور وكل حاجة. افرض انت عايز تدخل حاجة من عندك على الجهاز، صور او حاجة معينة بدل مثلا الصور دي. عندك مثلا خدوش احسن من دي انت محملها من حتة معينة وعايز تحطها. في نوت بتعمل لك الكلام ده. هتخش على اديت بريفرنسز، في ادون قصدي، اللي هي نود ورنجل. دي لو انت مش مفعلها، يعني انت كده طلعت في عندك هنا كتبت نود، دي لو انت مش مفعلها. نود اهي ادون جديده ضفتها جديده، هتروح دايس كده هنا كنترول شيفت تي هتلاقيه فتح لك الكمبيوتر بتاعك تقدر تضيف منه اي صور ايا كانت. ففي الحلقه بتاعت النهارده اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على اغلب الادون. يعني لوب تولز دي اصلا مهمه جدا بالذات في الهارد سيرفيس موديلنج، لان انت لما بتيجي تعمل هارد سيرفيس انت محتاج الكيرفات تبقى مظبوطه، محتاج حاجات تساعدك في الموديلنج المعقد والتقيل كروبوت بقى، كماشين، كلام دوت. وبلندر كيت انا بعتبره كنز حقيقي لاي حد بيموديل واي حد محتاج ان هو مثلا يعمل شغل بسرعه يظبط دنيته. فبلندر كيت هو سلاحك الاساسي. وبعد قدام شويه كمان لما تتطور وتظبط دنيتك ممكن تبيع الحاجات بتاعتك على بلندر كيت. ممكن ابقى اعمل حلقه على ده كله لو حد عايز يعني يفهم القصه دي. ونود ورنجل وهكذا بقى. وعندك ادونز كتير جدا. يعني انا في الهارد سيرفيس موديلنج بشتغل بادون اسمها بوكس كاتر وهارد دوبس، ودول اول حلقات عملتها على القناه لان دول اقوى ادون في الهارد سيرفيس موديلنج عامه. انت كمبتدئ محتاج بس تكون فاهم
إيه هي الأدون وإزاي بتساعدك وبتعمل بيها إيه. طوّلت عليكم النهارده ولكن شكرًا ليكم، أنا بس كنت عايز أوصّل المعلومة بأحسن شكل ممكن، والحلقة الجاية هنتكلم على الكاميرا وإزاي تضبّط اللينس والإضاءة والكاميرا، هنخش في تفاصيل أكتر عن الكاميرا الجميلة دي. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.